اتكلم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في رسالته إلى هاجر الصلاة بتصنيف هاجر الصلاة لحد مضيع الصلاة وحد مكسل عن الصلاة. دول أشهر وصفين ذكروا لهاجر الصلاة. ربنا في سورة مريم بيقول على النبيين: قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. صفتهم إيه؟ قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يسمعوا النداء، يسمعوا الآيات، يسجدوا بين يدي الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ودي إضاعة الصلاة. الإمام ابن مسعود الصحابي الكبير سيدنا ابن مسعود بيقول أضاعوها يعني أخروها عن وقتها. يجمع الصلاة بالليل قبل ما ينام، وكده بتبقى الصلاة فاتته لكنه بيقضيها بالليل. الإمام الزجاج بيقول لا، تركوها بالكلية. والعلماء بيقولوا أضاعوا كناية أنها تاهت في وسط أنشطة اليوم. عشان كده ربنا في القرآن بيقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكأن شهواتهم اللي المفروض الطبيعي تكون حلال، فده شهوة السعي على الرزق، اشتغل بس ما تضيعش الصلاة. الشغل ده حلال، ما تخليش الشغل يخليك ما تصليش. وفي شهوة النوم، دي شهوة ورغبة، نام بس يبقى اصحى صلي الفجر. وفي شهوة الخروج والفسح، كلها مباحات يشتهيها الإنسان لكن ما تكونش سبب في إضاعة الصلاة. وكأن الصلاة ليست في الأولوية فتاهت وسط أنشطة اليوم التي يرغبها الإنسان. وساعات الإنسان بيضيع الصلاة لما بيجرب يصلي وبعدين ما يحسش بأثر الصلاة الروحاني في حياته. العبادات اللي بتقف بين إيدين ربنا فيها، الصلاة، الحج، اللي فيها مواجهة لأنوار ربنا، مش شرط في التو واللحظة تشعر بانتعاشة روحانية. بيحصل تغيير جواك لأن ربنا هو اللي قال كده. مش ممكن تكون في حضرة الله الحضرة القدسية وما يحصلش فيك حاجة. ممكن تشعر لو أنت حاضر وممكن ما تشعرش لو أنت مش حاضر، لكن يقينا بيحصل فيك حاجة. ففي بعضنا لما صلى مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما حسش بتغير في حياته، رزقه مثلا ما وسعش، ما بقاش كده إيه بيحط دماغه على المخدة فينام على طول لأنه عنده أحداث تانية في حياته، وممكن هو نفسه يكون محتاج يراجع نفسه في خشوعه وحضوره وإقامته للصلاة. أول ما حسش بحاجة ضيع الصلاة وسابها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما يحبش إضاعة الصلاة، وده مستوى من مستوى هجر الصلاة. من مستويات هجر الصلاة التانية الكسل. وربنا سبحانه وتعالى وصف اللي بيكسل عن الصلاة إن ده فعل المنافقين. بس اسمع، مش كل الناس اللي بتكسل عن الصلاة منافقين، لا، ما نقدرش نتهمهم بكده. والعلماء بيقولوا هذا فعل المنافقين، لدرجة إن ربنا وصف المنافقين بكده عشان المؤمنين يبصوا على أفعالهم يقولوا إحنا مش عايزين نعمل حتى نقرب من أفعالهم في تقليدها حتى. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشاور عليهم، فالمؤمن يقول لا، أنا هفر من صفة النفاق دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر تضييع الصلاة والكسل عنها في سورة المنافقون في جزء 28. قال تعالى في ختام سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال العلماء ذكر الله الصلوات الخمس، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللي حياته حتى لو كانت مباحاته الحلال اللي بيؤجر عليها تلهيه عن العمل الأعظم الأكبر وهو الصلوات الخمسة، يبقى خسر وخف في ميزانه يوم القيامة. وأنا هقول حاجة تحليل كده معين كده بعض الناس فكر فيه كويس ويمكن ينطبق على البعض. الكسل عن الصلاة بيحمل من جوه كده كبر دفين، ومش كل الناس ممكن ينطبق عليها الكلام ده، بس اللي بيسمعني بمحبة كده يسمع الكلام ده ويطبقه على نفسه إن كان هيجي عليه ولا لأ. لما الواحد يبقى عارف إن اللي طالب اللقاء هو ربنا سبحانه وتعالى، ولما الواحد يبقى عارف إن هذا اللقاء ربنا سبحانه وتعالى ادانا براح في اليوم، كل 3-4 ساعات تبقى تعالى اقف دقيقتين 3-5 دقايق مع ربنا وتقول اللي انت عايزه، وانت اللي تقطع اللقاء وانت وقت ما انت عايز. لما تكون قاعد مع مسؤول كبير
بعد مده معينه يبص في الساعه عنده حد غيرك. ربنا لا، انت اللي تسلم في الوقت اللي تخلص فيه. ففي بيصلي في 10 دقائق، وفي بيصلي في 3 دقائق، وانت تقول اللي انت عايزه، وانت اللي محتاج لربنا. وعرض عليك القرب، وخلى سيدنا النبي يقول لك ان احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. طب اللي ما يروحش ده لازم يواجه نفسه. هل انا عندي نوع كده من عدم الاحتياج لعون ربنا والمدد الذي ينزل خصيصا على اهل الصلاه؟ فهجر الصلاه نوعين: اضاعه، تاخير عن الوقت خالص ونجمعها بالليل، او اضاعه بالكليه، او كسل. وده اللي ذكر في رساله ربنا عن تصنيف القران لهاجر الصلاه. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في تمن معين بيدفعه الإنسان اللي هاجر للصلاة، سواء اللي ما بيصليش خالص أو اللي بيكسل عن الصلاة ويجمعها بالليل كلها مع بعض كده. وعلى فكرة اللي بيجمع الصلاة كلها بالليل مع بعض بيصليها قضى، بيعدي عليه وقت بيستثقل الصلاة، عنده ظهر وعصر ومغرب وعشاء هيصليهم مع بعض، ومش كل يوم بيبقى راجع مستريح. غير أصلا إن العمل ده خطأ، لكنه أصلا مش مصيره الديمومة. وبيصفصف الموضوع في الآخر إن الشيطان بيخلي الإنسان يكسل وما يصليش في الآخر. اللي بيحصل للشخص اللي ما بيصليش إنه بيشعر بالغربة في الدنيا والآخرة. إيه حكاية الغربة دي؟ هو يا جماعة ربنا هو اللي خلقنا وخلق مكوناتنا، وعارف إيه اللي يغذي فينا السكينة والطمأنينة. زي ما انت كده عارف انك انت لو شديت الفيشة من المروحة هتقف، فانت عارف، سألت المتخصص قالك ده اللي بيحصل وجربتها. ولله المثل الأعلى. ربنا عارف ايه اللي يسكن به الروح، اللي بتسكن به الروح وتطمئن به النفس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ربنا اللي خلقك بيقول إن إحنا جوانا فيه هلع. هلع يعني تصرفات فيها مبالغة، وبتخلي الإنسان مش مستقر، متعثر. إذا مسه الشر جزوعا، أول ما يسمع خبر سلبي يحصل عنده تضاعف في الأفكار من نتيجة الخبر السلبي ده، فقد مال، شيء معين، تهديد من حد أقوى منه. يبقى قاعد في الدنيا عنده تخيل وسوء ظن بالمستقبل. طب أنا عايز أسكن وأعرف إن أنا في ظهري عون ربنا، محتاج توصل الروح. إذا مسه الشر جزوعا، طب وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بيصاب بداء الحرص لما ربنا بيوسع عليه، بيخاف لحسن النعيم اللي هو ضايقه دلوقتي يروح منه. فاللي معاه 100 خايف ال100 دي تنقص صفر يبقوا 10، واللي معاه 1000 خايف ال1000 يتكسر ويبقوا 900، واللي معاه مليون خايف ال6 صفار يتكسروا. عشان كده قد ترى جشع وتنافس غير شريف في كثير من الأوقات على حطام الدنيا، اللي الإنسان لما بيتنافس عليه ما بيعيش سعيد. التنافس الغير شريف اللي ما فيهوش سكون وطمأنينة أن الرزاق سبحانه وتعالى واجد موجود. فربنا بيقول عايز يجي لك النعمة فتسكن وتطمن وتحس بجمال النعمة وما تبصش في إيد حد، ويبقى عندك سهولة الإنفاق منها. عايز روحك تبقى قوية على نفسك الجموعة دي، وعايز لما يجيلك الشر تطمن وتقول ما تقلقش، ما دام ربنا معانا إن شاء الله يحمينا من أي حاجة. عايز تسكن، خليك مصلي. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني الذين هم على وصل أرواحهم بالرحمن دائمون. عشان كده الحسن البصري كان دايما يحذر أصحابه، يقول يا ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إن أنت تهاونت في صلاتك. شوف كلام ربنا واضح إزاي في القرآن. الإنسان يبقى هلوع جزوع خائف لأنه ضيع أعز حاجة
وهي الوصل مع الرحمن. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يبعت للولاة بتوعه يقول استقيموا على الصلاة ولا يشغلنكم أمر الدنيا عن القيام بين يدي الله، فإنه من ضيع صلاته فإنه لشعائر الله الأخرى في دينه أضيع. وكأن ربنا في رسالته إلى هاجر الصلاة في القرآن في سورة المعارج، يعني الصعود الترقي، كأن ربنا بيقول لو عايز يبعد عنك القلق اللي هو من أحد أشهر وأكثر الأمراض المنتشرة في العالم والمخاوف المستقبلية، وعايز تبقى ساكن مطمئن كده، الأحداث حواليك طالعة نازلة وانت في هدوء كده مع الله، واظب على الصلاة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.